السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل النهارده مع بعض وصفة مسقعة، حاجة كده حلوة في منتهى الجمال. كمان هنعملها من غير ولا قلي ولا زيوت كتير، معلقتين زيت بس. هنعمل طبق المسقعة القمر ده بمكونات بسيطة جدا. وصفة في منتهى الجمال، مسقعة ني في ني بكل سهولة في البيت. وصفة اقتصادية هنتعلم نعملها بطريقة سهلة. قبل ما نبدأ وصفتنا ما تنسونيش حبايبي في اللايك والشير، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. يلا بينا. اول حاجه حبايبي بجيب البتنجان بالشكل ده، غسلته وببدا اشيل كده العين الاخضر اللي فوق دوت. غسلها غسله كويسه، وبنقي البتنجانه كده تكون طريه وحلوه كده عشان ما تبقاش مبذره من جوه. بصوا ما شاء الله جميله ازاي. هبدا كده حبايبي اقطعها كده بالطول بالشكل ده على ايدي في منتهى السهوله. انا هقطعها ازاي؟ هقطعها بالطول، وهمسك كل واحده كده اقطعها مكعبات بكل سهوله بالشكل ده. بكل بساطة كده حبايبي تعمليها على ايدك بكل بساطة. قطعها بالطول مكعبات تكون حجمها وسط، يعني الحجم بتاعها كده ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. يبقى اول حاجة قطعتها مكعبات. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. خلصت الكمية كلها بالشكل ده حبايبي. بصوا ما شاء الله في ساعتها اهوت. انا عاملة هنا الكمية بتاعتي عدد بتنجانية واحدة. هنزل عليها كده بمعلقة كبيرة كده هرمية من الملح. انا بحط الملح ليه؟ انا عايزه البتنجان ينزل الميه بتاعته كده. ابدا اقلب كله مع بعضه كده عشان الملح بتاعي يتوغل في البتنجان، واسيبه على جنب لمده كده 10 دقايق يبدا ينزل ميته، ونجهز وصفتنا. وبعد حبايبي بقى البتنجان بتاعي نزل الميه بتاعته، غسلته كويس قوي وصفيته بالشكل ده. بصوا ما شاء الله اتغسل ونزل ميته، واهم حاجه يتصفى وينشف تماما. هيكون معايا حبايبي كوبايه من البقدونس على الكزبره على بعض. هيكون معايا كمان فلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل حامي لو متواجد. هيكون معايا معلقه كبيره من الثوم المهروس. وهيبقى معايا حوالي كده كوبايتين كبار من الطماطم المعصوره بالشكل ده. هيبقى معايا بهارات، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره من الفلفل، ومعلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. مقادير سهله وبسيطه. يلا بينا على طريقه التحضير. حلتنا على النار حبايبي، هبدأ انزل عليها كده بشوية صغيرين من الزيت، معلقتين زيت بس زي ما قلت لكم. وصفتنا بمعلقتين زيت، ما قلقناش البتنجان ولا اي حاجة، كله ني في ني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نزلت عليها بمعلقة كبيرة من التوم المهروس، وقلب قلب كله مع بعضه كده لحد لما التوم معايا كده لونه بس يبقى ابيض فاتح كده. مش عايزاه ياخد معايا لون، انا عايزاه يبقى لونه فاتح بالشكل ده حبايبي. خلاص كده تمام بالشكل ده. هبدأ انزل عليه بكوبايتين كده من الطماطم المعصورة. انا هنا الطماطم مش مصفياها حبايبي عشان تديها تقل كده، انا عصراها وما صفتهاش، عصراها كويس قوي. بعد كده حبايبي هبدأ اقلب كده كله مع بعضه، الطماطم مع التومة بالشكل ده. اقلب كده تقلبتين كده لحد ما تاخد غلوة واحدة بس. في المرحلة دي حبايبي هنزل بالبهارات. معلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل. هقلب كده حبايب قلبي كله مع بعضه بالشكل ده. في الخطوة دي لو حابة تحب يعني تخليها سبايسي زيادة، انا هنا ضفت شوية من الشطة. مش عايزة تضيفي شطة، دي اختياري لو مش حباها سبايسي. تمام. هبدأ انزل بالبتنجان بتاعنا كده زي ما اتفقنا. البتنجان بتاعي مغسول ومصفي كويس قوي بالشكل ده حبايبي. انا معايا هنا بتنجانة واحدة بس، يعني المكونات بتاعتي دي كلها في بتنجانية واحدة بالحجم اللي حضراتكم شفتوه. هقلب كده تقليبة حلوة كله مع بعضه، الطماطم بالتومة بالبتنجان والبهارات، هقلب كله مع بعضه بالشكل ده. وبعد كده في المرحلة دي حبايبي هبدأ انزل بالفلفل معايا. لو مش عندك فلفل الوان اختياري برضو، ممكن بس تقتصري على فلفل اخضر رومي وفلفل حار. لو بتحبيها سبايسي طبعا بتوديها في حتة تانية خالص. تمام. انا هنا نزلت بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر والفلفل الحار. هبدأ كده اديها تقلبتين بالشكل ده حبايبي. اول ما تبدأ تغلي حبايبي بيبقى شكلها عامل كده. اللهم بارك. هديها كده غلوتين كده مع بعض
لحد لمّا البتنجان بتاعي يستوى تمامًا. بُصّوا ما شاء الله ما بياخدش معايا وقت، أكلة سريعة اقتصادية صحية، طريقتها حلوة وسهلة وبسيطة جدًا. أول لمّا أحس كده البتنجان خلاص دخل في السِوَى، هانزل في الخضار بتاعي آخر حاجة خالص. نزلت بالخضار، أنا عايزة لون الخضار بتاعي يبقى حلو كده وريحته حلوة، فنزلت بيه آخر مرحلة خالص لمّا لقيت البتنجان دخل في السِوَى خلاص. والبتنجان ما شاء الله ما بياخدش وقت حبايبي في السِوَى بتاعه، طريقته حلوة وبسيطة. هابدأ حبايبي كده أقلّبه بالطريقة دي لمّا أحس خلاص تمامًا البتنجان بتاعي استوى، ما ياخدش معايا وقت زي ما قُلت لحضراتكم بالشكل ده أهو. ده شكله بعد أمّا استوى تمامًا. في المرحلة دي حبايبي هابدأ أفضّيه كده في بايركس أو أي صينية متوفرة عندِك حبايبي، أدخّله الفرن كده ياخد كده يعني حوالي 10 دقايق في الفرن، ياخد لون حلو كده ويبقى معاكِ إن شاء الله أحلى وأجمل طبق مسقعة عملناه ني في ني. ما فيش ربع ساعة على النار كان زي الفل ومستوي معايا. هافضّيه كده حبايبي بالشكل ده في البايركس بتاعي، زي ما قُلت لكم هنا الكمية ديّة بتنجانة واحدة بس. بالشكل ده ما خدتش معايا وقت، بتنجاناية على فلافلاية خضرا، فلافلاية ألوان، وبقى معاكِ طبق مسقعة في منتهى الجمال، من غير قلية، من غير زيوت كتير. بُصّوا ما شاء الله في منتهى الجمال، ني في ني، طريقته حلوة جدًا. بُصّوا اللهم بارك بعد أمّا قعد حوالي ربع ساعة في الفرن، أخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طعمه في منتهى الجمال حبايبي، مش هتفرّقيه عن اللي أنتِ قاعدة تقليها في الزيت وتاخد معاكِ لون وتحطّي عليها الخلطة، هياها بالضبط. طعمها في منتهى الجمال، بل بالعكس ده أحلى وأحلى. طريقته صحية جدًا، ما هدّرناش في الزيت. طعمه حلو جدًا، جدًا. هتستفادي كده بكل فوايد البتنجان. ما شاء الله جرّبوه، الوصفة دي هتعجبكم جدًا. المسقعة ني في ني، طريقته سهلة وبسيطة، أكلة اقتصادية، تعمليها كده جنب أي أكلة عيش، جنب ممكن فطار الصبح كده مع شوية طعمية كده، حاجة في منتهى الجمال، أحلى من اللي بتشتريها من برّه، مضمونة، طريقتها حلوة وسهلة جدًا. ممكن معاكِ وجبة غدا اقتصادية، تعملي جنبها كده أي صنف تحبيه، سواء بطاطس، سواء ملوخية ناشفة. ما شاء الله يا جماعة يوم وبيعدّي وأكلات اقتصادية شكلها حلو إزاي، طعمها حلو يفتح النِفس جدًا. جرّبوها وعلى ضمانتي واكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بُصّوا، عايزة أقول لكم طبق مسقعة آخر حاجة، ما خدتش معايا وقت، بسيطة جدًا. في ساعتها تكوني عاملة طبق مسقعة من غير ولا آلية ولا وقفة مطبخ كتير، من غير كده زيت كتير كمان، معلقتين زيت بس هتعملي الطبق القمر ده. هتحافظي على صحتِك وهتوفّري في فلوسِك، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمه خطير. اللي عجبه وصفتنا النهارده ما ينسانيش في اللايك والشير، واللي لسه حبايبي ما اشتركش في القناة يفعل زر الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش حبايبي كومنتاتكم الطيبة الحلوة اللي بتفرحني وبتسعدني. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويفرحكم ويحسن ما بين ايديكم. كده خلصنا وصفتنا، ان شاء الله الفترة الجاية هنعمل وصفات احلى واحلى. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.